أهلا بيكم. النهاردة هنشرح بشكل منهجي ومنظم الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي، وهنقدم مدخل إكلينيكي واضح ومفصل يساعدنا في ممارستنا اليومية كأطباء. طيب خلينا نشوف هنتكلم عن إيه. هنبدأ بمقدمة عن أهمية إن يكون عندنا طريقة منظمة للتشخيص. بعدها هنتكلم عن نزيف الجهاز الهضمي، ودي حالة طوارئ مهمة جدا. بعد كده هنحلل ألم البطن، وده يمكن أشهر عرض بنشوفه. بعدها اضطرابات الإخراج زي الإسهال والإمساك، وبعدها أعراض الجهاز الهضمي العلوي. وفي الآخر خالص هنركز على شوية علامات جهازية مهمة ممكن تدل على أمراض خطيرة. نبدأ بأول جزء. ليه مهم قوي يكون عندنا منهج أو طريقة منظمة نتعامل بيها مع أي عيان بيشتكي من بطنه؟ ببساطة لأن الأعراض ممكن تكون متشابهة جدا بين أمراض كتير، منها حاجات بسيطة ومنها حاجات ممكن تكون خطيرة. فالطريقة المنظمة دي هي اللي بتضمن إننا ما ننساش تشخيصات مهمة، وبتوصلنا في الآخر للتشخيص الصح. وهو ده السؤال الأساسي اللي بيمشينا في كل خطواتنا. الإجابة مش إننا نطلب تحاليل وأشعة وخلاص، لأ. الإجابة هي إننا نطبق معرفتنا الكلينيكية بشكل منظم. يعني نبدأ بتاريخ مرضي دقيق ومفصل، بعدين فحص سريري شامل، وبناء عليهم نكون قائمة بالتشخيصات المحتملة، وده اللي هنشرحه بالتفصيل. تمام. ندخل بقى على القسم الثاني، وهو واحد من أخطر حالات الطوارئ في أمراض الجهاز الهضمي، الGI bleeding. الحالة دي ممكن تكون مهددة للحياة، ولازم نقيمها ونتصرف معاها بسرعة. وأول خطوة عشان نعمل كده صح هي إننا نفرق بين أنواعه المختلفة عشان نعرف مصدر النزيف ممكن يكون فين. أول حاجة الهيماتيمسيس. يعني إيه؟ يعني قيء دم. العرض ده بيأكد إن مصدر النزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، يعني proximal to the ligament of Treitz. شكل الدم هنا بقى ليه دلالة مهمة جدا. لو لونه برايت ريد ده معناه نزيف نشط ولسه حاصل، لكن لو كان كوفي جراوند شبه البن المطحون ده معناه إن الدم قعد شوية في المعدة واختلط بالHCl، فالهيموجلوبين اتأكسد وبقى هيماتين، وده اللي بيديله اللون الغامق ده. تاني مصطلح هو الميلينا. ده عبارة عن براز لونه أسود وبيلمع لزج زي القطران، وريحته بتكون كريهة مميزة جدا. الخصائص دي بتيجي من هضم الدم بالإنزيمات والبكتيريا وهو ماشي في الجهاز الهضمي. وعشان الميلينا تظهر، العيان بيكون فقط حوالي 50 ل 100 مليلتر دم من مصدر علوي، وفي حين إنها غالبا بتشير لمصدر علوي، في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. ممكن تحصل في حالات نزيف الجزء السفلي زي القولون اليمين لو النزيف كان بطيء والترانزيت تايم بتاع الدم في القولون كان طويل كفاية إنه يتهضم. وآخر حاجة هي الهيماتوتشيزيا، وده ببساطة نزول دم أحمر فريش من الشرج. العرض ده في العادي بيدل على إن مصدر النزيف في الجهاز الهضمي السفلي زي القولون أو المستقيم، فالدم منزلش بسرعة وما بقاش فيه وقت لهضمه. لكن ودي نقطة إكلينيكية في منتهى الأهمية، لو في نزيف حاد وكميته كبيرة جدا من الجزء العلوي، الدم ممكن ينزل بسرعة قوي في الأمعاء بسبب تأثيره الملين أو الكاثارتيك إفكت، وفي الحالة دي هينزل في صورة هيماتوتشيزيا برضو، والسيناريو ده غالبا بيكون معاه علامات شوك. هنا بنلخص الفروقات الأساسية في الأسباب. في الأبر جي آي بليدنج أشهر أسباب هي البيبتيك ألسرز ودوالي المريء أو الإسوفيجال فيرسز، والمالوري وايستير اللي بيحصل مع الترجيع الشديد. أما في اللور جي آي بليدنج فالأسباب الأشهر هي الدايفرتيكيلوسيس والآي بي دي وسرطان القولون والبواسير. النقطة الحاسمة هنا بقى إن التعامل مع عيان الجي آي بليد لازم يبدأ فوراً بتقييم حالته الهيموديناميكية. هل في علامات شك؟ أهم علامة مبكرة هي البوسترال هايبوتنشن، وده بيدل على فقدان حوالي خمس حجم الدم. بعدها على طول بنسحب التحاليل المبدئية CBC عشان نشوف الهيموجلوبين، وكواجيوليشن بروفايل عشان نشوف سيولة الدم. وبعد ما حالة العيان تستقر نبدأ نفكر في الإجراءات التشخيصية زي الأبر اندوسكوبي أو الكولونوسكوبي عشان نعرف مكان النزيف ونعالجه. طيب ننتقل دلوقتي للقسم الثالث، ونتكلم عن أشهر عرض ممكن نشوفه في أمراض الجهاز الهضمي، وهو ألم البطن. خلينا نشوف إزاي ممكن نحلله بطريقة منظمة. عشان نفهم الألم ده لازم نعرف إيه الآليات اللي بتسببه. عندنا 6 آليات أساسية. أولاً الاسترتش في جدار عضو مجوف زي القولون لما يتملي غازات. ثانياً الاسترتش بتاع كبسولة عضو مصمت زي الكبد لما يتضخم في حالات التهاب الكبد. ثالثاً السبازم أو التقلص، وده اللي بيعمل المغص أو الكوليكي بين. رابعاً الميوكوزال انفلاميشن زي التهاب المعدة. خامساً البيريتونيال إريتيشن أو تهيج الغشاء البيريتوني، وده بيعمل ألم حاد ومستمر. وأخيراً الإسكيميا أو نقص التروية، وده بيعمل ألم شديد جداً. لما بنيجي ناخد تاريخ مرضي لألم البطن، في سؤال واحد يعتبر هو أهم سؤال،
وممكن لوحده يوصلنا للتشخيص، وهو إيه علاقة الوجع بالأكل؟ السؤال ده يعتبر مفتاح تشخيصي مهم جدا، بالذات في أمراض الجهاز الهضمي العلوي. شوفوا بقى المقارنة دي اللي بتوضح الفرق الكلاسيكي المعاكس تماما بين قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر. في حالة الجاستريك ألسر الوجع بيزيد مع الأكل، لأن الأكل بيحفز إفراز الحمض اللي بيهيج القرحة، فالعيان بيبدأ يتجنب الأكل ووزنه يقل. العكس تماما في الديودينال ألسر، الأكل لما بيوصل للاثني عشر بيغطي القرحة ويعادل الحمض، فالوجع بيروح مؤقتا. عشان كده المريض بياكل عشان يرتاح وممكن وزنه يزيد. غير الأكل في كام سؤال مهمين لازم نسألهم. هل الوجع له علاقة بالمجهود؟ ده يخلينا نشك في سبب قلبي. هل بيتأثر بالكحة أو النفس؟ ده يوجهنا لمشكلة في الصدر. هل العيان بيرتاح لما يرجع؟ ده ممكن يحصل في حالات انسداد مخرج المعدة. هل الوجع بيتحسن بعد دخول الحمام أو إخراج الغازات؟ دي علامة قوية جدا إن مصدر الألم هو القولون. مكان الألم نفسه بيدلنا خيوط مهمة جدا، وزي ما الجدول موضح، لو الألم في منطقة الإبيجاستريوم بنفكر في بيبتيك ألسر، بانكرياتايتس أو GERD. لو في الرايت upper quadrant يبقى الاحتمالات هي كوليسيستايتس، هيباتايتس أو بيليوري كوليك. أما بقى لو الألم في اللوين أو الخصرة، خصوصا لو مغص وبيسمع لتحت، فده الوصف الكلاسيكي للرينال كوليك. تمام، دلوقتي هنتكلم عن اضطرابات وظيفة الأمعاء، ودي شكوى بنشوفها كل يوم تقريبا. هنبدأ بالإسهال أو الدايريا. أول خطوة في تقييم أي حالة إسهال هي التفرقة الزمنية. الأكيوت دايريا اللي هو أقل من أسبوعين غالباً بيكون سببه عدوى وبيكون سيلف ليميتنج، لكن الكرونيك دايريا اللي بيستمر أكتر من 4 أسابيع ده بيتطلب فحوصات شاملة لأن أسبابه مختلفة تماماً، زي الانفلاماتوري باول ديزيز أو متلازمات سوء الامتصاص أو حتى أدوية. من الناحية الفسيولوجية مهم قوي نفرق بين النوعين دول. الأوزماتيك دايريا بيحصل بسبب وجود مواد مش بتمتص في الأمعاء فبتسحب معاها مياه، وعشان كده النوع ده بيقف لما العيان يصوم. أما السكريتوري دايريا فده بيحصل بسبب إفراز نشط للمياه والأيونات من خلايا الأمعاء، زي في حالة الكوليرا، والنوع ده بيكمل حتى لو العيان صايم، وهنا اختبار الصيام هو اللي بيفصل بينهم. نيجي للإمساك، وهنا لازم نكون صحيين جدا للعلامات دي اللي بنسميها alarm features. أي واحدة من دول تستدعي فورا عمل فحوصات، وغالبا منظار قولوني عشان نستبعد وجود ورم. يعني لو الإمساك ظهر فجأة في شخص كبير في السن، أو معاه فقدان في الوزن، أو نزيف، أو أنيميا، أو إمساك شديد مع ترجيع، دي كلها علامات خطر ما ينفعش نتجاهلها. دلوقتي ننتقل لمجموعة أعراض بتصيب الجهاز الهضمي العلوي: صعوبة البلع وعسر الهضم والقيء. أولاً مهم قوي نفرق بين مصطلحين. الديسفيجيا هي إحساس بصعوبة في مرور الأكل، لكن الأودينوفيجيا معناها إن في ألم مع البلع. الديسفيجيا غالباً بتشير لمشكلة ميكانيكية أو حركية، في حين إن الأودينوفيجيا بتشير أكتر لوجود التهاب أو تقرحات. المقارنة دي بتورينا إزاي التاريخ المرضي لوحده ممكن يوجهنا لتشخيصين عكس بعض تماماً. في حالة سرطان المريء العيان غالباً بيكون راجل كبير في السن، والشكوى بتزيد تدريجياً، بتبدأ مع الأكل الصلب وبعدين السوائل ومعاها فقدان وزن ملحوظ. أما في الأكاليجيا فدي مشكلة حركية، والعيانة غالباً بتكون ست أصغر سناً، والشكوى متقطعة وبتحصل مع الأكل الصلب والسوائل من الأول، وتاريخها بيكون طويل. الديسبيبسيا أو عسر الهضم شكوى منتشرة جدا، لكن لو جت معاها أي علامة من علامات الخطر دي الموضوع بيختلف تماما. فقدان وزن، صعوبة بلع بتزيد، ترجيع مستمر، أنيميا نقص حديد، أو وجود كتلة محسوسة في فم المعدة، كل دي علامات تستدعي عمل منظار فوري. القيء ليه أسباب كتير جدا، ومن الغلط إننا نفكر بس في أسباب الجهاز الهضمي. زي ما الجدول موضح، ممكن تكون الأسباب من الجهاز العصبي زي زيادة ضغط المخ، أو أسباب ميتابولية زي الDKA والحمل، أو حتى أدوية كتير. فلازم دايما نوسع دائرة تفكيرنا في حالات القيء. وفي آخر جزء هنتكلم عن مجموعة علامات جهازية، يعني بتدل على وجود مرض كبير أو في مرحلة متأخرة. الأسايتس أو الاستسقاء علامة مهمة جداً. لما بيكون سببه نقص الألبيومين أو الهايبوألبومينيميا، الفكرة كلها إن الضغط الأسموزي في الدم بيقل، فالسوائل بتبدأ تترشح بره الأوعية الدموية. والأسباب الرئيسية اللي نفكر فيها هي تليف الكبد عشان تصنيع الألبيومين بيقل، النفراتيك سيندروم عشان بيتم فقدانه في البول، متلازمات سوء الامتصاص، بروتين لوزنج انتراباثي، وسوء التغذية الشديد. التفرقة بين إن العيان شهيته مقفولة وبين إنه بياكل كويس وبرضه بيخس دي نقطة تشخيصية في منتهى الأهمية. الأنوركسيا أو فقدان الشهية ممكن يكون سببه اكتئاب أو أورام أو يوريميا، لكن لو العيان بياكل كويس أو حتى زيادة وبرضه بيخس لازم نفكر في حاجات بتزود الحرق أو بتفقد سعرات، زي الثايروتوكسيكوزيس أو الدايابيتس ميلايتس اللي مش متظبط.
حاجة ممكن تبان بسيطة زي ريحة نفس العيان ممكن تدينا أدلة تشخيصية مهمة جدا، زي ما الجدول موضح ريحة الأسيتون الشبيهة بالفاكهة دي علامة ديابيتك كيتو أسيدوسيس، ريحة الأمونيا الشبيهة بالبول دي علامة فشل كلوي، والفيوتر هيباتيكس ودي ريحة مميزة علامة على الفشل الكبد المتقدم. وبكده نوصل لخلاصة كلامنا كله. النقطة الجوهرية اللي عايز أكد عليها هي إن التشخيص الصح في أمراض الجهاز الهضمي بيبدأ وينتهي بالأساسيات: تاريخ مرضي منظم وتحليل دقيق للأعراض. شفنا إزاي علاقة الألم بالأكل ممكن تفرق بين قرحتين، وإزاي سؤال عن الصيام ممكن يميز بين نوعين إسهال. الربط ده بين العرض والآلية اللي وراه هو جوهر الطب الإكلينيكي. بشكركم جدا على متابعتكم. أتمنى يكون الشرح ده قدم إطار عملي وواضح للتعامل مع أعراض البطن في ممارستكم اليومية. اللهم اجعل هذا العمل علما نافعا ينتفع به.